مساء النور متتبعي الكرام، كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم في قناتي مطبخ فاطمه الزهراء اس اف اير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم هو عباره عن روتين من طلبيه من حلويات اللوز. طلبيه اللي هي فيها جوج ديال الاشكال، شكل الاول هو هذا كما كتشوفوا هذه الورقه بالعجينه، والشكل الثاني بلا عجينه غير بالعقده وبالكنافه. هذا الشكل ديال الكنافه كيجي من ألذ ومن اروع الحلويات اللي ممكن غتذوقوها. كيجي حتى في الشكل ديالو كيجي راقي، كيجي في لي بلاطو، والمذاق ديالو شي حاجه ولا اروع. ان شاء الله غنشارك معكم الاثمنه ديال البيع ديال هاد لا كوموند هادي، يعني بالكيلو وبالعجنه، الطريقه ديال الاحتفاظ كذلك، ونصائح اللي هي مهمه بزاف في مجال الحلويات. البنات اللي هما مهتمين بهذا المجال ولا البنات اللي هما كيخدموا الحلوى، فكنتمنى تبقاو معايا من اول الفيديو حتى الاخير ديالو. ما تنساوش البارطاج مع الاهل والاصدقاء اللي تاعهم الفائده فضلا وليس امرا، ونبداو الخدمه على بركه الله. اول حاجه هنا عندي العقده ديال اللوز، العقده اللي دائما كنصح بها تكون معلكه وتكون مخدومه على حقها وطريقها. بما ان الفيديو مزروب يعني والفيديو مجرد فقط روتين، غنخلي الروابط ديال العقده ديال العجينه وديال الشكل ديال الكنافه، داك الشكل الكنافه فات اللي خدمته معكم هنا فقط حطاه انا روتين. غادي نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. اللي بغى تفرج في الوصفه ديال العقده ولا في العجينه تاخذ الرابط من صندوق الوصف وتفرج فيه، لان الحاجه باش نشرحها ونحطها من الاول ديالها فالفيديو غادي يكون طويل بزاف بزاف. هنا كما كتشوفوا عندي العقده اللي هي تكون معلكه وتكون ميدمره، انا كنخدمها ما بين يدي تبارك الله، وهي الزيت يعني كطلق الزيت. ديك العقده اللي هي معلكه 100%. غادي ندير كرات اللي هما في هذا الحجم، هذا الحجم ديالهم تقريبا كيوصل 12 غرام. ودائما العقده تكون في البلاستيك، سواء الكرات اللي غنخدم يكونوا في البلاستيك سواء العقده، كلشي كيكون في البلاستيك باش اي حاجه كتبقى طريه وما كتنشفش. هنا عندي العجينه كذلك. بالنسبه للعجينه تكون مخدومه وتكون العجينه مرتاحه باش كتعطي الطوع في الخدمه. وملي كندوزها في الوراقه كتجي رقيقه ما كتقطعش، يعني كتجبد وما كتقطعش، وكتعطي واحد النتيجه اللي هي زوينه في الحلوى ديال اللوز. غادي نطلق العجينه في اخر رقم في الوراقه، وغادي ندير الكرات في العجينه بحال هكا. غادي نقطع العجينه كما كتشوفوا اجزاء صغار، وغادي ندير الكرات بحال هكا. وملي كتكون العجينه زوينه انت كتجبديها وهي كتعطيك الطوع في الخدمه، ما كتبقاش ديك العجينه اللي هي غليظه ولا كتقطع، واخا كتبقى رقيقه وشفافه بزاف ما كتقطعش. كنجر العجينه بحال هكا، وكل ما جريتها راه كتزيد كترقاق. وهذا الفائض ديال العجينه فانا كنقطعو، ما كنجمعوش في قلب الحلوى، كنقطعو بحال هكا وكنكور العجينه وكنعطيها داك الشكل على شكل صبيع، تكون طويله بحال هكا على قياس على حسب المول او على حسب المرشم اللي انا غنخدم به. كما كتشوفوا الطريقه سهله وبسيطه بحال هكا، وغادي نكورها على شكل صبيعات وكنديرهم في البلاستيك. دائما البلاستيك كندير قياس واحد العشرة ديال الحبات بحال هكا حتى ل 12 حبه، وكنطبعهم. ما كنديرش بزاف ولو في البلاستيك، زعما نتصاوب بزاف نديرهم في البلاستيك ما كيصلحش، لان العجينه الا نشفات وشربات ملي كتجي تبداي طبعيها كتبدا تطرطق وتخرج منها العقده وكيجي المنظر ديالها ما كيجيش زوين. كيف ما قلت لكم جات واحد العشرة ديال الحبات. والمطيبع هو هذا كما كتشوفوا، هذا المطيبع ديال الورقه ماشي قديم بزاف، يعني المطيبعات اللي عاد خرجوا جدادين، كيصلح للصابلي كيصلح للحليوات ديال اللوز، فايت اللي خدمت معكم به شكل ديال صابلي. هنا غادي ندوز الكرات او الصبيعات ديال العقده في الدقيق. ضروري ما يتلبسوا بالدقيق مزيان، وغادي نخدمهم بهذه الطريقه. بالنسبه لهاد المريشمات هادو كما كتعرفوا ديال البلاستيك هما ساهلين وصعيبين في الخدمه في نفس الوقت. الا ما عرفتوش تخدموا بهم فهما كيعذبوا، كتبقاي تخبطي على الطبله والصداع. الا عرفتي كيفاش تخدمي بها تخدمي بكل سهوله. باش تخدموا في هاد المطيبعات وانتم مرتاحين دائما حاولوا ديروا الكرات ديال العقده وديال العجينه يكونوا صغار من المطبع واحد شويه. ملي كيكونوا صغار من المطبع واحد شويه كتلقاها بكل سهوله، ولكن الا كانت على قد ولا كبر منه فما كتبغيش تخرج منه. ملي كتبقاي تخبطي كتخرج عوجه. هانتوما كما كتشوفوا كنصوبها بحال هكا وكنحاول نضغط عليها بالصبيع ديالي بهذه الطريقه، والقلب ديالها كيبقى خاوي واحد شويه كنخلي القلب ديالها خاوي. هذاك القلب ديالها اللي كيبقى خاوي هو اللي فاش كتنفضيها كتهبط بكل سهوله. كنجي لهنايا الاخر ديال هاد الغصين وكنضغط عليها واحد شويه باش كتعطي واحد المنظر اللي هو زوين، وكتخرج مطبوعه مطراسيه ديك الوريقه اولا داك المريشم بكل سهوله. واخا العجينه رقيقه بزاف لاقصى درجه ما كتقطعش. وضروري العجينه اللي غادي تخدموا بها المطابع، اي مطبعه تبغيو الزواقه ديالو تبان، فالعقده ما تكونش خفيفه بزاف، العقده تكون معلكه مزيان وتكون شويه شاده راسها باش المول
اولا المرشم كيطبعها من غير ما كتعوج، يعني كتخرج فيها ديك الزواقه مطراسيه. ولكن الا كانت العقده مكترين لها مزهر والعقده هكا خفيفه بزاف، يعني بحال نقولوا جاريه بهذا المصطلح، فما كتعطيكش ديك الزواقه اللي بغيتي، والحلوه كيضيع لها المنظر ديالها. فضروري تكون كما قلت لكم العقده تكون معلكه. والتعلاك ديال العقده راه من الطحين البنات، من طحنوا العقده في الهاشوار ولا تخرجوها طحنوها، حاولوا طحنوا العقده مزيان مزيان تعلك العقده، ما يبقاش فيها كاع العقده، ما تبقاش حرشه تولي ميته. صافي هنا نتوما كما كتشوفوا الطريقه سهله وبسيطه. كندوزها في الدقيق، كندوز حتى المول كنغطسو في داك في الدقيق، وكنطراسيها بحال هكا بصبعي، كنطراسيها مزيان. كما قلت لكم كيبقى فيها واحد شويه ديال الفراغ، كتبقى واحد شويه ديال الخويه في داك المرشم، وكنخرجها بحال هكا كتخرج بكل سهوله، والزواقه ديالها كتجي مطراسيه وكتجي زوينه. وانا كنخدمها بصبعي، كنحاول يعني كندخل العجينه في داك الراس، سيرتو الراس ديال الوريقه رقيق، يعني ضروري خصك تبركنتي عليها بصبعك باش العجينه كتوصل لداك الرويس. اما الا غير درتي العجينه في المطبع وبركتي في الطبله فهي ما كتطراساش مزيان، وكتجي بهذا الشكل هكا كما كتشوفوا. فهي سهله وبسيطه في الخدمه ديالها، ولكن كما قلت لكم راه الا ما عرفتوش تخدموا راه العاده بالالين في هاد المطابع هادو. صافي هو هذا الشكل كما كتشوفوا. هاد الكوموند هادي عندي فيها كيلو ونص من الكنافه وكيلو ونص من هنا. بالنسبه لهاد الكونتيتي اللي عندي مثلا 3 كيلو ديال 3 كيلو من حلويات اللوز، فانا غادي نحتاج لها كيلو ونص ديال اللوز. دائما كيلو ديال اللوز كيعطينا 2 كيلو ديال الحلوى. مثلا 3 كيلو غادي تعطيني غيخصني ليها كيلو ونص ديال اللوز. ودائما كنصح باللوز اللي هو الا خدمته بالرومي كنصح باللوز اللي كيكون رقيق، فهو اللي كيكون ميدم. داك الغليظ كيكون ناشف وما كيكونش زوين. هنا عندي العقده اللي غنخدم بها هاد الكنافه، انا منسماها بالنكهه ديال البندق اولا بلي ميغاغون ديال البندق. ضروري تكون ديال البندق، الا ما كانش البندق خليوها في النكهه ديال المسكه الحره والزهر فقط. هادو جوج ديال النكهات اللي كيمشيو زوينين مع هاد الشكل هذا. كما كتشوفوا العقده كذلك كما قلت لكم حتى هي كتكون معلكه يعني، وتكون مخدومه زوينه. وبالنسبه لهذا الكيلو ونص يعني راني قسمته على جوج، مثلا كل كميه عطيتها القياس ديالها ديال العقده ديالها. وحتى هذا الشكل هذا واخا حنا مدوزينه في العسل وهذا راه تقريبا حتى هو كيخرج بنفس الكميه ديال العجينه، لانه ما كيجيش شارب العسل بزاف. الكنافه كتكون فيه واحد الكميه قليله ديال الكنافه بحال اللي مخدوم بالعجينه تماما. هنا كما كتشوفوا درت كرات حتى هما الحجم ديالهم تقريبا ما بين 10 و 12 غرام، وانتم كتحكموا في الحجم سواء بغيتوه صغير ولا كبير، لان كيتخدم غير بيدك، هذا ما كتخدمي لا بمطبع لا والو. كندير كرات كندوزهم في بياض البيض، ضروري نبيض البيض، وكنلبسهم بعريشات ديال الكنافه بحال هكا. الكنافه كنقطعها مطلوقه، يعني ما كنبقاش نهز كل مره بشويه بشويه وندير. كنقطعها طويله على القياس اللي هي غادي تكفيني على الدوره ديال الكره باش كيجي المنظر ديالها زوين. اما الا بغيتو تقطعوا الكنافه قصيره وتلصقوا شويه بشويه فما غايجيش المنظر ديالها زوين كما كتشوفوا. هنا غادي ندوزها في بيض البيض، نلفها بالكنافه مزيان وكنثبتها بيدي. كندهن بيض البيض وكنحط نصوصه ديال البندق من الفوق، كنحاول نثبتهم مزيان باش ملي كيطيبوا كيبقاو يعني كيبقاو محافظين على داك الشكل ديالهم وما كيطيروش في الفران. صافي غادي نبقى مستمره بحال هكا حتى كنسالي الكميه. بالنسبه لهذا الشكل هذا فانا كون فات لي شاركته معكم في القناه، وللاسف انه ما خداش حقه في المشاهده، ولكن راه شكل انا كنصحكم به ديروه. راه المنظر ديالو كيجي راقي في لي بلاطو في الحطان في كل شيء، والمذاق ديالو كيجي من اروع ما يكون. وكيتعسل بالعسل. هذا الشكل هذا الكنافه مع العسل مع داك البندق كتعطي واحد المذاق لا يعلى عليه. صافي هنا بعد ما ساليت الكميه اللي انا عندي ديال الخدمه غادي نخليها تنشف بحالها بحال الحلوه د اللوز. يعني انا خدمتهم اليوم حتى لغدا ان شاء الله عاد غادي نطيبهم، خاصه دابا في الجو بارد. الحلوه ديال اللوز ما كتنشف شويه، يعني كتاخذ شويه الوقت. كنقدر نخليها حتى اكثر من نهار، نخليها حتى اليومين كتنشف، ما كاين حتى شي اشكال. صافي هكا. والطياب ديال الفران كندفي الفران واحد شويه، كنسخن الفران ماشي كندفيه، يعني يكون مثلا ملي كندخل فيه انا يدي كنلقى الفران راه سخون. الحراره اللي غادي نطيب عليها الحلوه هي اللي كنسخن عليها الفران، وغادي ندخلها الفوق، كنديرها في الرف الفوق وكنخليها واحد المده اللي هي طويله. بالنسبه لهذا الشكل هذا الكنافه فهو كياخذ واحد الوقت اللي هو طويل في الفران وعلى نار اللي هي مهيله باش نعرفوه طاب، حتى ديك البندقه كتحمر والاسفل ديال الحليوه كيكون بحال هكا. غير هو ما تفوتولوش الطياب، الا فاتلو الطياب بزاف هذا الشكل هذا بالذات ديال الكنافه فالعقده من الداخل بحال اللي كتنشف وكتيبس. هذا هو القياس ديال الطياب ديالها. كتشوفوا هنا راه شويه كما
كتشوفوا التصوير عادي شويه بالليل ملي كتكون عندك شويه الضغط والخدمه، فكضطري انك تعاوني حتى الخدمه بالليل. فالليل ما كيعطي الصراحه اللون هو هذاك 100%. صافي هنا بعد ما خرجتها من الفران وهي سخونه غادي نخليها تبرد واحد شويه، وكندفي العسل باش كيرجع خفيف، وكنصبوا عليها بحال هكا. بالنسبه لهاد الشكل ديال الكنافه كنديرو في واحد الطبسيل ديال الفران اللي كيكونوا الجنيبات ديالو طالعين، ما كنديرهاش في بول وشي فوق شي ونكوي عليها العسل، لا، باش ما كتفتتلاش ديك الكنافه. يعني الطبسيل اللي كنطيبها فيه في الفران يكونوا عنده الجناب طالعين من الاول، وملي كنخرجها كنصب عليها العسل بهذه الطريقه وكنخليها. ملي كنبغي نصفيها من العسل، الا مثلا درت عسلتها في الصباح كنخليها حتى العشيه، عاد كنحيدها من العسل. ملي كنبغي نديرها في الكويغطات، فانا كندخل الطبسيل للفران باش داك العسل كيسخن عاوتاني وكتحيد منه بكل سهوله، ما كتجيش رافده واحد الكميه كبيره ديال العسل. بحال اللي مثلا كنخدموا الحلوه بالناباج بحال هكاك تقريبا، كتجي شاربه واحد الكميه ديال العسل اللي هي قليله، ديك الكنافه كتفزك، ملي كيسخن العسل كتولي كتنزلو، كتجي زوينه في المذاق ديالها، كتجي معلكه وما كتجيش حلوه نهائيا نهائيا، كيجي المذاق ديالها بحال باقي الحلويات. هاكا هادشي اللي كاين. هانتوما كما كتشوفوا هنايا دابا بغيت نصفيها، غادي ندخلها للفران يسخن عليها الطبسيل، يسخن عليها داك العسل، وغادي نهزها بكل سهوله، ما كتلقى فيها لا اشكال لا والو. غادي نديرها في كويغطات في لي كيسيت، ومن فوق ديك الحبه ديال البندقه كنزينها بقليل من الذهب، كتعطي واحد المنظر اللي هو رائع 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 البنات. وكنأكد لكم انكم تجربوا هذه الوصفه. صراحه ملي كتقدمي شي وصفه اللي هي زوينه وما كتاخذش حقها كيبقى فيك الحال، فانا كنصحكم بها تطبقوها. الشكل الثاني كذلك حتى هو من بعد ما كيخرج من الفران، كنطيب الحلوه ديال اللوز الفوق في الفران الفوق، كتبقى واحد المده طويله في الفران على نار اللي هي مهيله حتى تذهب الحلوه من التحت. كنهبطها لتحت واحد الهبطه اللي هي خفيفه، كتوحد لها اللون ديالها، وهي سخونه 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 طايبه. كنضربها بالناباج باش داك الناباج كيلصق عليها. نتوما كتشوفوا الحليوه كنهزها ما بين يدي ناشفه، ما كتلصق في اليد ما حتى شي حاجه، وداك الناباج كيعطيها واحد لابغيونس، ما كيبقاش فوق منها مفتت نهائيا هكا. وكنديرها في الكويغطات وكنزينها بالقليل من اوراق الذهب. النوع ديال الكيسات اللي انا كنخدم بهم هما هذا كما كتشوفوا، هذا الناباج اللي كنخدم به. هذا الناباج هذا لوغو ديالو زوين، القوام ديالو كما كتشوفوا زوين. حاولوا تبعدوا من واحد النوع ديال الناباج، راه كيعطي المذاق حامض للحلوه. خاص ملي تخدمي الحلوه زوينه وديريه هو تخدمي به، راه كيضيع المذاق حامض. هذا النوع هذا زوين، انا كنخدم به، هو المعتمد عندي. واخا ما كنلقاش كندير عليه الضمونط حتى كيجيبوا لي هذا الشكل هذا بالذات هو اللي كيعجبني في الخدمه ديالو، ما كيغيرش المذاق وزوين باختصار. صافي هنا كما كتشوفوا الحليوه درتها في الكويغطات، زينتها بوريقات ديال الذهب، وهذا هو الشكل ديالها. كما كتشوفوا الحليوه واخده حقها في الطياب، كتجي مذهبه وكتجي زوينه. بالنسبه هاد الشكيلات بجوج بهم فهما كيعطيو ما فوق 60 حبه في الكيلو، لان الكميه ديال العقد اللي فيهم ماشي كبيره بزاف، وكيخرجوا تبارك الله كونسيتي. الكنافه بعد ما درتها في الكيسيت كما كتشوفوا هو هذا الشكل ديالها، وزينتها بذهيبات. الثمن ديال البيع ديال هاد الاشكال هادي كندوزها ب 150 درهم الكيلو، يعني ب 3000 ريال الكيلو. وإلا خدمتها بالعجنه فانا كندوزها ب 5600، يعني العجنه ناقصه 20 درهم على الكيلو. الشكل الثاني اللي هو ديال الكنافه فانا كنخدمه ب 170 درهم الكيلو، كيلو عبار كما قلت لكم راه فيها ما فوق 60 حبه في الكيلو. فإلا خدمتها بالعجنه فانا كندوزها ب 300 درهم العجنه كتعطي 2 كيلو. العجنه هي كيلو ديال اللوز حبوب، ملي كتعبريه وتخدميه وتفينيه كيعطيك 2 كيلو ديال الحلوه ديال اللوز. ودائما الكيلو كيكون وافي، يعني دائما اي حاجه كنديروها في الميزان الحمد لله كنديروها وافيه، راه كيعطيك فوق من 2 كيلو عاد، يعني 2 كيلو هكا، وكتلقاي زايدين فوق منها واحد الحبات ديال اللوفه. لومبالاج هو هذا كما كتشوفوا، انا كندير في هاد العلب هادو. هاد الحلوه مشات الحمد لله لخارج المغرب، وهذا الشكل هذا بالذات كما كتشوفوا ذاقوه هما ليه وعجباتهم الحلوه الحمد لله. لا كوموند كانت كبيره اللي هي كانت ديال اسبوع، انا فقط شاركت معكم هاد جوج ديال الاشكال في روتين. عجباتهم الحلوه ولله الحمد، وهذا فضل من ربي العالمين. اللومبالاج هو هذا كما كتشوفوا. دائما كنصح بالعلب اللي ما كيكونوش كبارين عاليين باش الحلوه شي ما كيبزطش شي، ويكون البلاستيك ما بين اللومبالاج. داك البلاستيك كيمنع داك دخول الهواء، وكتبقى الحلوه طريه وكتبقى محافظه على ديك الطراوه ديالها مده طويله. شكرا على حسن المتابعه، والى فيديو مقبل باذن الله.